اهلا بيكم في سلسله الضعفاء والبؤساء والمستضعفين واللي كلهم بيتجمعوا في الفيديو ده عشان نفكرهم بألمهم تاني وانا اولهم للاسف. بس كالعاده قبل ما نبدا الفيديو ده ما تنساش انك تكون عامل لايك وسبسكرايب وانك تشترك في قناتنا الجديده للاستريمات، واللي بالمناسبه اخدت من الاستريمات دي جيم امونج اس ليا ونزلته على القناه بتاعتي. يا معلم بقى انا لو هموت يحيى. بص والمهم يلا نبدا الفيديو. وانا في الابتدائيه اصحابي كانوا بيتنمروا عليا، فافتكرت لما اخش الاعداديه هيبطلوا. فالمهم رايح المدرسه وانا مطمن الاقيهم منتظريني قدام بوابه المدرسه. دي ثوابت التنمر يا جدعان. المتنمرين بيمضوا معاك عقد احتكار مده دراستك كلها، هم ما بيتغيروش. يا نهار ازرق كل ده كومنت. اعرف واحد دحيح كان اتنين في الفصل بيتنمروا عليه طول الترم الاول. جت الامتحانات والاتنين قعدوا وراه في اللجنه ونازلين يقولوا له يا هتغششنا هنفشخك ضرب. الواد فضل طول الامتحان قاعد يغشش الاتنين اللي قاعدين قدامه والواد اللي جنبه، وسايب المتنمرين محتاسين بالعند فيهم. ده كان امتحان تجريبي قبل امتحان الترم بشهر. في اخر الامتحان قال لهم ما اسمعش صوتكم لاخر الترم وهغششكم، غير كده هيبقى زي النهارده بالظبط. وبالفعل بقوا سايبينه في حاله طول الشهر. ده كمان الواد ساق فيها وبقى يخليهم يشتروا له الاكل من الكانتين ويقفوا له في وسط الزحمه مخصوص. ولما الامتحان جه غششهم اللي اختاروا كله غلط وسقط. تنحت من العظمه. كان في ودي اكون باخد على قفاه زيكم، بس الحمد لله كنت حارس لواحد من اشرس المتنمرين في المدرسه كلها. كلب يعني. خلي بالكم الموضوع ده مش سهل، لان الكائن ده بيفقد قيمته كانسان في عيون البشر وبيبقى احقر خلق الله، بس كل يوم من اجل مصلحتك. انا لو مكانك هعمل كده بالظبط، لان كده معروف في عيون البشر ان انا حقير فقشطه. لما كنت في 5 ابتدائي رحت اتنمر على واد في ثانيه، فالمهم لقيته ثاني يوم جايب اخوه اللي في ثالثه اعدادي، وبعد كده ما كملش الكومنت، تقريبا لسه بيتضرب من ساعتها. الكومنت اللي بعد كده بيقول لك انا كنت مصاحب البنات اللي في الفصل كلهم. ايه اللي جاب الاشكال دي هنا؟ انا كنت غبي فشخ وانا صغير. كان قائد المتنمرين بيحب بنت وكان بيخليني ابعت لها جوابات، ففي مره رايح اخبط على باب البنات فلقيت الميس في وشي وما اقولكش الجواب ده اتحط فين. انا بصراحه اللي مستغربه ان في متنمر عنده مشاعر وبيحب. الكائنات دي المعروف عنها انها كائنات غير مفكره بتتعامل بدراعها بس. ممكن يكون مثلا بيحب غوريلا ولا حاجه. عادي يا صاحبي، انا كنت بتنمر على المتنمرين فالمتنمرين يدوني المصروف اللي كانوا بياخدوه من الهفا. انت اخد التنمر كبزنس مش هوايه يعني. كده بقى احترمك والله العظيم. اول متنمر احترمه في حياتي، نظرا ان انا كلب فلوس قديم برضه، وما زلت كلب فلوس على فكره عادي. بس انا كنت عامل فيها فاندام قدام الولاد، بعدها جت بنت عملتها معايا. فانت عارف بقى حصل فيها ايه من صحابي. خلاص ما تكملش مش عايز اعرف صحابك عملوا فيك ايه بعديها. مره كنت بلعب بازازه بلاستيك وراح جاي واحد من المتنمرين واخدها ورماها، فرحت جريت وراه انا وكل اصحابي فشخنب. ايه اللي مشاني وراك؟ ما انا كنت في حالي. انا مره كان في واحد بيقول لي كتير يا تخين كل مره بيشوفني فيها، فمره قفشته وهريته ضرب لغايه لما لقيته بيعيط. كنت في الاعدادي وصاحبي اتضرب، فالمهم جبت السلاح والعصابه ودخلنا عليهم وكتفنا العيال لمده 3 ايام. فالمشكله ان ابو حد منهم طلع ظابط. لماذا يعيش السمك في الماء ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء؟ قبل كده كنت بلعب انا واصحابي لعبه اللي يمسك التاني جري يعني. ففي واحد ضخم في سنه 6 طوله 1.8 متر جاي يبدن علينا. فانا بعت شويه حلوين قمت حاطه بزلطه وتحته، وانا اصلا ما بعرفش انشم، مش عارف جت ازاي. فكلت علقه من المدير وطلعت. انا لو كنت جربت اضرب واحد طوبه في مدرستي اهلي ما كانوش هيتعرفوا على جثتي من كتر الضرب اللي هاخده. كنت قاعد في اللجنه بمتحن الاقي واحد بيولع سجاير ورايا. الجيل الجديد ده يستحق الدفن. انت كانوا بيولعوا سجاير وراك، انا كانوا بيولعوا حشيش ورايا. وي ار نوت ذا سيم. ثواني انا بفتخر عليه الله يولع فيهم. فاكر حمام البنات؟ ابو تقول دم اول يوم ليا في كيجي ماشي. في بنتين مسكوني وضربوا كام بنت معايا، وبقى في عداوات كبيره طول السنين بينا لحد ما في 6 ابتدائي عملنا قعده صلح وقمت جامع الفصل اللي جنبنا وضربتهم عشان اخد حقي وحق اصحابي. حفيد محمد علي الصغير، كمل يا ابني، انا شايف فيك بذرة حقير كبير قدام. مره كنت في الابتدائي فواحد من العيال الضخمه ضربني كف، فقعدت اعيط ورحت قلت للمدير فما رضيش يضربه علشان كان اطول منه. ايه ده ثواني، في ابتدائي والواد اطول من المدير؟ كان العيال بيتنمروا على صوتي عشان كان رفيع. اول ما تميت 13 سنه شخرتي بقت اتخن من اوباما المصري وفشخت كل المتنمرين. ايوه يعني هي بالحنجره دلوقتي يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ما هي لو بالحنجره كان زماني اندرتيكر المدرسه عشان انا اكبر بق شفته في حياتي. مفيش حد كان بيتنمر عليا، زهقوا من كتر ما فشخوني فربنا نصرني. ايه ده ثواني، ازاي كان المتنمر ده يتميز بانه كان كرييتيف يتفنن في التعذيب كل مره، مستحيل يسيبك في حالك. وانا صغير في الابتدائي كنت اطول واحد في المدرسه، بيتهيألي مش لازم اكمل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كلب يا خسيس. الكومنتات عباره عن 99% تطبيل، 99% من المية ناس بيحكوا عن قصصهم، 1% تعليقات حقيقيه عن الفيديو. ايه ده، هو انت عندك راي تاني غير التطبيل في فيديوهاتي ولا ايه؟ انا خالتي كانت مديره المدرسه بس ما كانش حد يعرف. في مره الفصل بتاعي استناني بعد المدرسه عشان يضربوني عشان كنت ضربت واحد منهم قبل كده وجريت على البيت. فرحت قلت للبواب دول عايزين يضربوني، فراح ضربهم وفضلت قاعد قدام البيت بعيط.
奴の目はまだ濁っている。 وتاني يوم رحت المدرسه وخالتي كانت عارفه وكانت هترفدهم وكلهم قعدوا يعيطوا ويتحايلوا عليا ويتاسفوا وانا اضحك لحد ما عفيت عنهم. He's literally me. ومن ساعتها الدفعه مش طايقاني والحمد لله. طبعا ده انا لما كانوا بشتمك بخالتك مش بامك. انا ما كنتش متنمر، انا كنت فتوة الفصل بتاعي وكنت بدافع عن اصحابي من اللي بيتنمروا عليهم واقوم مجمع اصحابي كلهم وكنا بنضربهم. عزيزي الصاوي لو ما كنتش تعرف اللي انت بتعمله ده انت واصحابك هو اللي بنسميه تنمر. حياة ابوك. انا كنت انا و10 من صحابي في مدرسه في بلد تانية وانا نازل في يوم من المدرسه علشان اروح الاقي لمه وحفله في النص، ببص لقيتهم صحابي وواكلين التراب فعملت نفسي ما اعرفهمش وضيرت وشي ومشيت. عظمه عشان راجل بتفهم والله. انا قبل كده مجدي صاحبي كان بيتضرب من شله رحت ضربته معاهم. I've never met this man in my life. اول مره دخلت الثانويه لقيت مكان فاضي كان قدامه بمتر وربع حمام، المهم كنت مستغرب ليه البنات بتبص لي كتير. طلع حمام البنات وكانوا بيفتكروني متحرش. لما البنات يفتكروك متحرش وانت فعلا متحرش بس ليه الشك؟ المفروض المحترم بيتنمروا عليه بس انا من كتر احترامي متنمرين فصلي كانوا بيدافعوا عني من متنمرين الفصول التانية. بطل العالم في الاحترام، ما انا كمان كنت محترم بص هو انا طول عمري سافل الصراحه بس ده ما يمنعش انك بتفتي وبيتش. انا لما كنت في المدرسه بنت كان كل ما يجي فسحه الاقي نفسي بطشات من الرايح واللي جاي، امشي ثانيتين الاقي واحد نطت عليا وبرجلين الاتنين في ظهري، بقوم عشان اعمل نفسي قوي وابهدله واضرب الاقيني اتشط من واحد تاني، بقوم عشان اتعارك معاهم واضربهم الاقي صاحبي رافعني فوق وملحسني كل نجيله الملعب، لحست بلاط الارض، لحست نجيله الملعب، لحست الفصل اللي فوقينا، لحست التخته. والراجل ده ملوش اهل يسالوا عليه. دي المدرسه ما بقاش فيها ولا ترابايه واحده من كتر ما لحستها. احمد ستيشن طالب مدرسه صباحا مكنسه كهربائيه بعد الظهر. في مره ضربت صاحبي في الخناقه والمشكله ان هو كان تبعي في الخناقه. مش ممكن، ده التشويح الاسطوري. انا طول عمري اسمع عنها لكن عمري ما شفتها. انا لما كنت في ابتدائي اصحابي اتفقوا مع بعض ان هم يحسسوني اني متنمر، وكل لما المسهم واحنا بنلعب كوره او استغمايه بيعيطوا وانا زي حمار مصدق. ليه ابن المدير؟ في اولى اعدادي بقى نقلت مدرسه تجريبي، كل اللي فيها علم عليا، حتى واحد اسمه يوسف فاسيا كان بيخليني افطر واتغدى تراب الفصل وتراب الحوش وتراب الحمام، ده كان ناقص ياكل لي تراب بيته. ما شاء الله مكنسه كهربائيه تاني في الفيديو. انا كنت من اكبر الدحيحه ولسه لحد دلوقتي وكنت مصاحب ناس كتير قوي ومحدش يقدر يقرب مني، وطبعا التعليق ده كلنا عارفين انه كده. تعرف منين اللي بيكذب؟ هتلاقي كومنت زي ده كله تفاؤل وامل وفخر بالنفس. الحقيقه هي ان الاخ ده فاشل ومحدش بيحبه وبيتضرب من طوب الارض، ومش عارف ليه شفت نفسي دلوقتي. وانا في 6 ابتدائي مسكت عيل في 3 ابتدائي ورميته في الزباله. يا متنمر يا ما ينفعش اشتم من المتابعين، انا محترم. ايه ده ثواني انا مش محترم. يا متنمر يا وبس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك ما تنساش انك تكون عامل لايك وسبسكرايب، ولو عندك قصه اكتبها تحت في الكومنتات، واشوفكم من الفيديو جاي. سلام. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules.